علي، تشرب ايه؟ اي حاجه. هات لي قهوه. قهوتك ايه؟ مظبوط. خليهم 2 قهوه مظبوط يا علي لو سمحت. خليهم تمام. 2 قهوه مظبوط، شكرا. انت مش هتاكل ولا ايه؟ ما اكل ايه يا عم الحاج؟ انت عاوز نهى ما تدخلنيش البيت؟ انت عارف دي اكتر حاجه بتغيظها في الدنيا، انها تقف وتعمل الاكل وانا ما اكلش منه. انت عارف بقى البنك بتاعنا ملوش مواعيد. والله يا هاني اكتر حاجه بحبها فيك انك بيتوتي، ولا ليك في الشلل ولا ليك في الخروجات. اكل العيش بيلهى يا صاحبي. انا يا دوب على ما برجع من الشغل واغير هدومي واكل لقمه واقعد معاها شويه، هلاقي نفسي اترميت على السرير عشان اصحى بدري. انت بتحب مراتك يا هاني؟ ليه السؤال ده؟ اه طبعا بحبها. كفايه المسؤوليه اللي هي شايلاها. دي شايله جبل على كتافها وما بتشتكيش. تعالى كده شوفها، لو حد من الولاد تعب ولا جراله حاجه بتقعد طول الليل سهرانه جنبه وبتعيط. ومعاك يعني قصدي تاخد بالها منك زي ما تاخد بالها من العيال. والله يا يحيى انا بعذرها. يعني واحده بتشتغل وبترجع من شغلها تشوف شغل البيت وتعمل الاكل وتذاكر للولاد وتشوف طلباتنا، هيبقى عندها وقت ولا جهد تدلع وتهنن؟ وبعدين يعني يا اخي مين دلوقتي بيعمل الحاجات دي؟ شكرا. شكرا. قول لي بقى، ايه اللي حصل في المدرسه؟ ولا حاجه، خناقه عاديه زي اي خناقه ما بين عيلين. نعم؟ يعني مراتك تتصل بيك وتتخانق معاك والحقني والدنيا مقلوبه علشان خناقه بين عيلين؟ اه والله حصل بقى. يا اخي انا مش عاجبني اللي انت عامله في نفسك ده. انت ليه على طول شايل الهم كده؟ يا اخي شوف نفسك شويه. صدقني يا صاحبي مفيش حاجه تستاهل. لا يا هاني والله في حاجات كتيره تستاهل. الواحد بس اللي بيبقى سايبها على الله. بس احيانا بتغضب وبتعصب، وفي الاخر بني ادم مش ملاكه. عندك حق. طب ايه، احنا مش هنروح بقى ولا ايه؟ لحقت تزهق؟ لا بس انت عارف نهى زمانها رجعت دلوقتي وجهزت الغدا وقاعده مستنياني. ماشي، اتكل على الله انت وانا شويه كده وهمشي. يا عم قوم روح اقعد مع مراتك شويه، اقلع هدوم الشغل اللي انت لابسها دي والبس بيجامه. اقعد انتخ كده قدام التلفزيون، اضرب لك شويه كاجو، كل لك حتتين فاكهه، اقعد في وسط عيالك. صدقني يا صاحبي دي نعمه كبيره قوي، في ناس كتير مش حاسينها. تصدق اقنعتني؟ يلا بينا. يلا. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.